اعتقد ان موضوع ان احنا نشتغل بمالتي كولتشر تيم اتس ان opportunity وتشالنج في نفس الوقت. لما بنقول diversity أو multi culture مش بس nationality، يعني مم. عموما الدايفرسيتي في أي تيم بتبقى إضافة للتيم، لأن احنا بنكمل بعض. واحد يبقى creative وواحد يبقى بيفاسيليتيت كويس، واحد يبقى دور كويس، دول بيكملوا بعض عشان يبقى جود تيم. لو جبتي مثلا 9 كلهم creative مفيش هنفضل حد نحلق في السماء الأفكار ومش هننجز حاجة. فمش كل الإنجليز زي بعض ولا كل الهنود زي بعض، بس طبعا في حاجات مشتركة، في حاجات في معظم الهنود أو في معظم المصريين. فنفس فكرة الاختلاف، يعني إن احنا بنضيف لبعض مش بنتناحر. وهنا بيجي دور الليدر إن هو يفاسيليتيت productive teamwork، capitalize على نقط القوة اللي في كل culture أو في كل شخص مختلف عشان نوصل للي احنا عايزينه. وعلى فكرة مش لازم التيم اللي تحتك يكون أضعف منك، ممكن تاخدي منه أحسن ما فيه بس توجهيه. فهو دور الليدر عموما، وانت طبعا expert في الأجايل والكلام ده، بس فكرة أعتقد السيرفنت ليدر هو دلوقتي النوع الوحيد اللي مطلوب في سنة 2025 يعني. هي شطارة الليدر زي ما انت بتقولي، مش لازم اكون انا اكتر experience، بس انا اقدر اخلي التيم يشوف بعضه. مش شرط ان يكون في حد experience اكتر او حد اشطر من حد وحد سينيور وحد جونيور. برضو فكري في السينيوريتي والجونيوريتي انها اختلاف برضو، يعني ممكن حد من جيل وحد من جيل تاني برضو يكملوا بعض، بحيث ان الدنيا ما تبقاش مش عواطة قوي ولا هي تبقى too slow بالنسبة للريدم بتاع العصر مثلا. يعني تكيبي بقى البالانس ما بين ان احنا نكيب الهدف وفي نفس الوقت تسمعي الافكار الجديدة، يعني not to shut them up، لانه هم اللي هيقودوا العالم يعني دلوقتي مش لما يكبروا.